اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بضيوفك الكرام. ربنا يخليك. معانا النهارده الاستاذ محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل، طبعا اكيد عارفه، والدكتور فارس عمران استاذ القانون الدستوري. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بيهم وببارك خروج احمد ماهر، ربنا يخليك يا وبارك خروج زيزو وباقي اعضاء الحركه يعني، واحمد عبد الله اللي لسه على ذمه قضيه المتهم فيها بحرق مقر شفيق. صح صح. نعم. استاذ عبد الرحمن، انت من عانيت من تجربه الاعتقال، وانت من عانيت من انت اخذت سواء بطريقه غير لائقه، وحتى كمان كنت موجود في ظروف او ملابسات غير مناسبه. اولا عايز تحكي لي على تجربه الاعتقال، خاصه ان احنا النهارده بنفتح ملف المعتقلين السياسيين، وعايز اعرف برضو انت شايف مين المخطئ في حق المعتقلين من وجهه نظرك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. احنا لو بنتكلم عن مشكله زي الاعتقال او مشكله الداخليه او مشكله القضاء، لا يمكن ان احنا نفصلها عن المشهد السياسي الحالي والماضي. المشهد السياسي اللي هو عباره عن ثوره قامت على نظام، النظام دوت عباره عن كان رئيس جمهوريه وكان داخليه وقضاء ونيابه، وخلينا نقول في الاخر كمان ما ننكرش حكم عسكري. نعم. متمثل بقاله 60 سنه، سواء نظام عبد الناصر او السادات او مبارك، والفتره الاخيره كانت طبعا مبارك اللي تمادت 30 سنه من الذل والاستبداد والقهر. فكل دوت عباره عن نظام. احنا للاسف كشباب ثوره، كشباب ما كانش غرضه سوى القضاء على هذا الاستبداد والقضاء على الفساد. والفترة اللي فاتت ديت فوجئنا كلنا بتمثيلية التنحي اللي كان على رأسها خلع مبارك، وسيبنا باقي النظام كله بدون أي تغيير. وبعد كده دخلنا في إشكاليات كتيرة جدا، إشكاليات سياسية يعني احنا نفسنا شغلنا بيها، وخلينا نتكلم بشكل اوضح، اتضحك علينا فيها يعني. ولكن وبشكل او باخر بعض الشباب بدأ يوعى لذلك، والبعض الاخر دخل في دوامة تانية من العنف في الفترة الاخيرة، واصبح العنف دوت بيقوده النظام المخلوع، واصبح بعض شباب الثورة وقود لهذا العنف ايضا. يعني هو للاسف بعض شباب الثورة اصبح يمكن ضحية، وفي نفس الوقت جاني بفعل شباب، بفعل دولة المخلوع، وبفعل بعض المجرمين من اللي دخلوا على الخط في استخدام العنف واستخدام السلاح نعم. في الفترة اللي فاتت. كلنا شفنا الكلام دوت. نعم. في كذا موقع، واعتقد ضيوفك الكرام يقدروا برضه يعلقوا على الكلام دوت. طيب. بس عايز اسالك حاجه يا استاذ عبد الرحمن بدون ما اقطع كلامك، هل شايف ان النظام الحالي هو يسأل أيضا على ما يحدث، ولا شايف أن الداخلية ما اتغيرتش، لسه ما غيرتش سياستها تجاه التعامل مع المعتقلين أو مع المتظاهرين زي هي؟ رأي حضرتك؟ بص حضرتك، لو اتكلمنا بشكل عام وقلنا الداخلية كلها بشكل عام، هنبقى احنا ظالمين. يعني احنا بنقول الآية الكريمة اللي بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآية اللي بتقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا شفت ضابط كان بيعاملني بشكل محترم جدا، شفت ضابط جوه السجن يعني كان بيقول لي أنا نفسي أموت، قبل ما أموت أتعلم إزاي أقرأ القرآن. تمام. وراجل بيتعامل مع الناس بشكل محترم وبشكل يليق. وفي نفس الوقت شفت ضابط، واخد بال حضرتك، بيخش على المساجين اللي جوه، اللي هم المفروض مسجونين على ذمة حبس احتياطي، ومفروض ان هو المتهم بريء حتى تثبت ادانته. مظبوط. شفت بيدخل لهم في حاجه اسمها تفتيش المصلحه، وبيخش عليهم على السجن، بيسب الدين وبيشتم في الناس الكبيره، وبيوقفهم وشهم للحيط. واخد بال حضرتك، راجل عنده 60 سنه او 50 سنه، او حتى راجل حتى شاب زيي او اصغر مني. نعم. يقف يقول له وشك للحيط، يلا انت السجن يا ابن كذا وكذا. واخد بال حضرتك، ده بيحصل. شفت جوه الاسم الدقي شاب اصغر مني معلق دبوره، واخد بال حضرتك، داخل الحجز وعارف المشكله كلها، وعارف ان انا اصلا القضيه كلها قضيه سياسيه، وحابسني مع الجنائيين، وبيقول لي قوم اقف يلا. فطبعا للاسف حتى الان مفيش تغير للداخليه بالشكل اللي احنا كنا نطمح ليه
بالشكل اللي احنا خرجنا عشانه، بالشكل اللي المفروض يليق بمصر الثورة، بالشكل اللي يليق برئيس جمهورية زي الدكتور محمد مرسي، اللي انا ان شاء الله احسبه على خير، واحسبه ان هو ان شاء الله هيكون على ايده التغيير بفضل الله اولا، ثم بفضل شباب الثورة، ثم بفضل الشعب المصري. نعم. ولكن ان انا احمل الدكتور محمد مرسي كل اللي بيحصل، انا ما اكونش منصف ابدا. اطالبه، اضغط عليه، اوجه له رسائل من ديت، لكن ما اخرجش اقول يسقط. عادي، من الحريه ان انا اقول اللي انا عايزه، مفيش مشكله. نعم. اقول اللي انا عايزه، لكن ان انا اطالبه وان انا احمله هو كافه المسؤوليه، اكون انا غير منصف، خصوصا بعد دوله من الظلم والاستبداد اللي شهدها مبارك. نعم. انا بعتبر ان احنا الحاجه الوحيده اللي غيرناها في الثوره هو رئيس الجمهوريه. نعم. احنا شلنا محمد حسني مبارك المخلوع الظالم، تمام، وانتخبنا الدكتور محمد مرسي. نعم. باقي قطاعات الدولة كلها محتاجة التغيير، باقي قطاعات الدولة كلها محتاجة التغيير، محتاجة خاصة ثورة. ده بعد ثورة. عندك بس الحاجة الوحيدة اللي غيرت من ضمن اللي غيرها برضو، احنا فضلنا سنة ونص بنقتل، وسنة ونص في ثورة بفضل الدوامة اللي دخلنا فيها من الحكم العسكري، من مجلس مبارك العسكري اللي عينه مبارك ايضا قبل تنحيه. تمام يا عبد الرحمن. اتغير بس ساعة التغييرات 12 اغسطس طنطاوي وعنان، اللي انا بطالب من خلال منبر حضرتك اهو بمحاسبتهم عن الجرائم الكثيرة التي وقعت اثناء عهدهم. عندك جريمة العباسية اللي محدش بيتكلم عليها، جريمة العباسية اللي وقع فيها شهداء طيلة عدد من الايام. عندك جريمة مجلس الوزراء، عندك جريمة محمد محمود. إذا نطالب بالتحقيق في كل هذه الجرائم، كل ما حدث الحقيقة، وإن شاء الله يكون التغيير واللي جاي أفضل بإذن الله. أنت نورتنا يا أستاذ عبد الرحمن. أنا بشكر أستاذ عبد الرحمن عز، الناشط السياسي والإعلامي، بشكرك شكرا جزيلا.